ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه حبايبي؟ بهبودي وماسة. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه جديده، هي ترند وقلب اليوتيوب اليومين دولت في سيره ست كريمه. هنشوف ست كريمه دي ايه بقى بتتعمل ازاي، وفعلا محتاجه الضجه دي كلها ولا ايه؟ نعملها مع بعض النهارده واقول لكم على رايي فيها بصراحه، وانا اول مره اعملها مع بعض النهارده. اول حاجه هنعمل السيرم بتاع الجلاش عشان يبرد، معلقتين كوبايتين سكر وكوبايه ميه، وناخد عصرة الليمون اهي وكيس الفانيليا، ونرفعها على النار عقبال ما نشتغل. احنا كده السيرم بتاعنا خلاص خلص، نرفع على النار. تاني حاجة في وصفتنا النهاردة هنعمل المهلبية أو القشرة الكدابة اللي هنحشي بيها الجلاش. عايز تحطي سكر حطي، بس انا طبعا مش هحط عشان السيرم هيتحط مسكر، والفاكهه اللي هنحطها مسكره. اول حاجه هنقلب على البارد كده اهو مع بعض اهو، وارفع على النار. يلا اهو شايفين مع بعض، تفضلي تقلبي كده. دي اهم وصفتين احنا عملناهم عشان يبقوا باردين عشان نعرف نشتغل. وعامله ايه كمان؟ مشغله الفرن علشان درجه الحراره تبقى متوسطه، مش عايزينها عاليه قوي عشان الجلاش ميتحرقش مننا اهو. وزي ما دايما بنعطر لساننا بذكر الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا نبي. شايفين بدأت تلف معايا اهي. هي شكلها تبقى حلوه يا جماعه ولا ايه؟ هنظبط كده مع بعض الدنيا ونشوفها ونقول ايه راينا فيها. هي اولادي شافوها القطعه بتتباع في محلات الحلويات والفرن اللي هي بتتعمل بره، قطعه ب 40 جنيه. هم حبوا يجربوها من بره، قلت لهم لا احنا نعملها ونشوف النتيجه ايه. والله لو استحقت التجربه نجربها على طول ان شاء الله. اهي اهم شيء ايدك فيها على طول عشان هي بتلف بسرعه، مبقاش فيها يعني مبقاش تقيله معاك وانت بتشتغلي بيها اهو. انا محتاجه تنزلها سكر تمام، حطي سكر حسب الرغبه برضه، مش مبقاش حاجه مسكره معاكي قوي. يعني السكر ده حسب الرغبه زي الملح كده لما نيجي نتكلم، ولا هو حسب الرغبه. والسيرم على النار حاطين كوبايتين السكر وكوبايه الميه، احنا عملناها مع بعض كتير، بس لازم طبعا في كل وصفه اللي ما شافناش في وصفاتنا قبل كده يشوف الوصفه، بتبقى سهله جدا. يعني 10 دقايق وبنصفى على السيرم بتاعنا يبرد علشان الجلاش لما يطلع من الفرن مش اول ما يطلع نشربه على طول، هو السيرم كده بيبقى بارد، نصبر شويه عشان يبقى في حته القرمشه الحلوه دي. ما تنسونيش بقى باللايك بتاعك الجميل اللي بيفرحني وبيسعدني، ولايك وشير عشان نكبر بيكم وبيكم. اهي هي بدأت تلف خلاص، وانا مجهزه ورق الجلاش. انا جايبه الجلاش اللي هو السام اللي هو بنص كيلو، اي نوع جلاش بتستخدميه على فكره. وبرده الحليب اللي بتحطيه عشان تعملي منه المهلبيه، عايزه تجيبيه من عند اللبان تمام، عايزه تجيبيه اللي هو الشركات المغلف المعلب ده تمام. ده اي حاجه يعني، شوفي بتشتغلي بايه واشتغلي بيه تمام اهو مع بعض اهو. شايفين ايدي فيه دايما باستمرار علشان يبقى كريمي كده عامل زي القشطه، ميبقاش ملعبك كده وفي حاجه، عشان يبقى كريمي كده زي القشطه. وطبعا اي حاجه جديده اي حد بيبقى عايز يجربها. الولاد عايزين يعرفوا ايه اللي عليها الضجه دي، ايه الحاجه الجديده دي، طبعا هم عايزين يجربوا، فمفيش مانع ان احنا نعملها. واي نوع فاكهه بقى ساعه التزويق بقول لك هتزوقي ازاي. اي نوع فاكهه عندك وحطيه عليها، لان انا شفت هم حاطين حاجه صوصات وحاطين فواكه. اي فاكهه عندك مش كميه على فكره. ده انا كان عندي مش عايزه اقول لكم برقوقه حمراء وبرقوقه صفراء وكم واحده عنب عادي. يعني البواقي بقى انتوا عارفين، يعني مش جايبها لهم مخصوص، مش جايبه مخصوص اللي انا هعمل لهم. هي كان عندي بصراحه اللي بعد جبت الجلاش واللبن كان عندي في التلاجة اهو. شايفين بدا يبقى كريمي ازاي اهو. شايفين الحركه اللي بقولك عليها دي اهي،
يبقى عامل معاكي ازاي اهو ما شاء الله. شايفين الحركه بقى بتاعتي دي جميله ازاي اهي. خلاص كده هنوديها بقى على عشان نشتغل. يلا عندك ينزل فيه اهو. نكمل بقى في الكريم جلاتيه عشان نسيت المضرب ونرجع مع بعض تاني. عملنا كده كام ورقه جلاش مع بعض، قيمه 3 ورقات، وهنزل بالقشطه بتاعتنا في النص كده اهو. وهنيجي نطبقها ازاي بقى. بصوا يا حبايبي اهي، تبقى بالمنظر ده اهو. بس قبل ما معلش نسيت، كنت هنسى والله حاجه مهمه جدا، السمنه بقى اهي. تدهني كده عشان تورق معاكي اهو. دهني اي نوع سمنه عندك اللي انت بتشتغلي بيه اشتغلي بيه عادي اهو. تنيها كده، دهنين الصينيه بتاعتها سمنه، وتشيليها بالمنظر ده وتروحي حطاها كده، تخلي اللي احنا قفلناه من تحت اهو. هنعمل تاني نكمل كميتنا اهو. اي ورق عندك بيتقطع حطيه من النص عادي، كل ده هيتدار في اللف معاكي اهو. تلفي كده بالشكل ده قدام بعض، تروحي جايبه السمنه تورقي بيها كده اهو. تروحي جايبه دي كده، تروحي قافله القفله دي كده اهو، ومن هنا نفس الحكايه. تروحي جايبه السمنه عاملاها من هنا كده اهي، ونروح حاطين في الصينيه. هي سهله جدا، اول ما تيجي بتاخدوا عليها في الشغل بتشتغلي بيها تمام قوي اهو. تدهني سمنه بالشكل ده كده. هنعمل تاني. يا ما شاء الله معايا الورق لسه كتير اهو. وصفات يعني احنا كل ما بنشوف حاجه نروح احنا نجرب احنا كمان نشوف هي ايه الحاجات دي. انا ما بحبش صراحه اشتري من بره زي ما انتم عارفين، انا بحب اعمل حاجه في البيت اهو. اسحبي كده بالشكل ده كده، وقبل ما تقفلي ده اهو تورقي بالسمنه بالشكل ده، وتروحي قافله اهو. شايفه وانت بتقفلي وتروحي قافله من هنا كده اهو، ومن هنا كده، وتروحي دهنه سمنه واروح حاطه برده في الصينيه بتاعتي اللي انا دهنها قدامكم سمنه اهو. احنا لسه قلنا قدامنا تاني، احط دلوقتي يستوي وهعمل صاج تاني، هخلص الكميه وارجع لكم تاني. يلا خلاص كده هنبتدي بقى نشربها بالسيرم بتاعنا. قلنا ما نحطهوش كله اول ما يطلع سخن قوي كده، لا نهدى عليه ونشرب بالشكل ده. شايفين اهو. عرفتوا بقى ليه ما حطيتش على القشطه او المهلبيه بتاعتنا سكر؟ لان السيرم كفايه يعني. نبتدي بقى نشيل نحط في طبق التقديم بالشكل ده اهو. انا عملت كميه معانا كويسه، بس ده في الفرن مش صابره عليها والله. عملت
في عندي اللي بيحبها بالسكر اهو، مش عايزينها بالكريم شانتيه. مقطعه الفواكه بقى اوريها قدامكم اهو، تمشي عليها كده رايح جاي، مش اكتر من كده اهو. شايفين؟ اي كيس عندك بتاع حلواني اعملي بيه كده اهو. صدقيني بقى شكلها كده هتبقى ايه، تمام. الفاكهه بقى اي فاكهه عندي، انا عندي كان برقوقه حطيتها اهو، شايفه؟ اي فاكهه عندك حطيها. دي برقوقه حمراء مع برقوقه صفرا اهي برضو اهي. ده كده واحده من البرقوق، تمام. وهننزل بقى بالعنب هنا، شكليها اهو. اي بواقي فاكهه عندك حطيها. وبعدين عنب اخضر زي ما قلت لكم، اي فاكهه انت مش هتجيبي لها مخصوص يعني، موجوده عندك هتعمليها. بجد ريحتها جميله جدا. دي بقى مانجا اهي، بالمانجا. منجايه واحده، دي منجايه واحده انا مقطعاها اهي. ادي بقى ست كريمه اللي بيقولوا عليها، هي بجد تستحق التجربه، جميله جدا. بالقطعه بتتباع في اي محل ب 40 جنيه. لا احنا مش عملنا من ورق الجلاش كام قطعه ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين؟ قولوا لنا ايه رايكم في الشكل الجميل ده. احلى ضيافه تعمليها لما يكون حد جاي عندك، ومش مكلفه، وما شاء الله تبارك الله حاجه كده اللهم بارك زي العسل. قولوا لنا ايه رايكم في وصفاتنا وحاجاتنا اللي احنا بنعملها. ودي عملناها بسكر اهي. انا عندي اللي بيحب الكريم شانتيه وعندي ما بيحبهاش كده. عملنا رضينا كل الاذواق وكل نفسه في حاجه ان شاء الله ياكلها بالف هنا والف شفا. ومطبخ بودي وماسة بيقدم لكم كل جديد وكل ده. انا بقول لكم انا دي تجربه بس عجبتني جدا وجميله ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وألف شفا للي يجرب وصفاتنا وطريقتنا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد.